السلام عليكم ليكيب، مرحبا بكم على قناتكم الشيف كريمو. اليوم واش راح نديرو وصفة المحاجب بدون عجن، وتجيكم بزاف هايلة، ونعطيكم نوعية السميد واللي يشرب واللي ما يشربش، وتجيكم بزاف بنينة مع واحد الحشو سهل وبسيط، والمكونات كامل متواجدة في كل بيت، ويجيكم مورقين ويجيكم طريين وماشي معجنين. خلونا الآن نتعرفوا على المكونات. المكونات هنايا عندي في باسينة تكون كيما هكا. عندي كيلة الأولى نتاع السميد يكون رطب. نزيد نحط له الكيلة الثانية. فوالا الكيلات ما يكونوش معمرين، يعني ما يفيضوش. ندير كيلة نورمال عادي. نزيد الكيلة الأولى نتاع الماء، فوالا كيما راكم تشوفوا. نزيد الكيلة الثانية تاع الماء يكون نورمال ملعين. جماعة هنايا الكيل نتاع الماء، خاصة الكيل نتاع الماء ما نقدرش نقول لكم بالضبط شحال. بصح هنايا راهي تروح لكم زوج كيلات حتى لزوج كيلات وربع، يعني ما تفوتوش زوج كيلات ونص. وانتم ديروا وحركوا السميد تاعكم، كل نوعية تاع السميد كيفاش كاين سميد اللي يشرب وكاين اللي نورمال. هنايا قبل ما نديرو بالبراميكسير لازمنا نخلطوها الساعة هكا بمغرف تاع خشب، ولا نعاونو بها البراميكسير تاعنا باش ما كان لا يتحرق ولا يخسر لنا. فوالا طريقة جد سهلة وبسيطة. هنايا نجيب البراميكسير تاعي كيما راكم تشوفوا، نضغط نهبط البرا تاعي ونعاود نطلع بشوية، نهبط ونطلع بشوية. واذا كان حسيتوا البرا ميكسر تاعكم بدا يسخن، عادي حطوه يروبوزي ومن بعد كملوا باش ما كان لا يتحرق لكم ولا كاش ما يصرالو. لهنايا بالبرا ميكسر العملية ما تفوتليش حوالي 6 دقائق 5 دقائق. فوالا لازمني نتحصل على عجينة تكون كيما هكذا، تكون شغل متلاصقة، فهمتوني؟ فوالا هنايا جبت جفنة هذه ولا باسينة ولا كل واحد كيفاش يقولها، فرغت هذيك العجينة تاعي. فوالا هنايا نجيب الفارينة تاعي، نبدا نلم العجينة تاعي بالفارينة، ندير لها 2 ملاعق كبار تاع ملح. انا هنايا درت كونتيتي كبيرة، درت كونتيتي نتاع فوق 100 حبة نتاع محاج. راح نوكلو واش نحكي لكم. المهم هنايا بديت نلم بالفارينة تاعي. الفارينة ما نقدرش نعطيكم بالضبط شحال، وشنو بداو دخلوا الفارينة تاعكم لتحت تكون شوية تتلاصق معكم، ومن بعد تلم نورمال. فوالا بعد ما عجنتها شويه في بلون دو طرافاي، راكو تشوفوا من هاي العجينه كيفاش تبان كيف عجنتها. ندير شويه في الباسينه تاعي الزيت، ومن بعد ندورها على كوتي كامل، ومن بعد نجيب العجينه تاعي نحطها. هذه ماشي العجينه كامل، هذه الثلث تاع العجينه، يعني العجينه اللي درت يعني الكونتيتي تاع 2 كيلات هذوك راني درتها قسمتها على 3، لانه انا في الليله هذه العشاء تاعنا راح ندير كونتيتي صغيره، فهمتوني؟ حوالي 42 40 حبة. فوالا الحشو نتاعي اختياري، انا راح ندير حشو بسيط نتاع المحاجب الحقيقيين، ني طون ني فرماج ني والو، من تزيد معاهم والو. فوالا البصلة شوية، فلفل كحل شوية، راس حانوت شوية، طماطم شوية، هريسة، ملح، ونخلطهم مع بعضهم حتى وين يطيبوا. الحشو صايرة وطاب. هنايا بعد ما خليتها روبوزات 2 سوايع، وش ندير؟ نبدا ندهن يديا بالزيت ونبدا نقرص. ما اكذبش عليكم، انا اول مره راح نبدا نقرص العجينه تاع المحاجب. شوفوا تلفت لي شويه مع الاول، بصح تبعوا برك من بعد كيفاش راح تجي شكون يما. راح تجي يما هي تقرص معايا، راهي توري لي كيفاش نقرص فيهم. فوالا كوما ماني جبتها شويه لاباس. حسن ياك. المهم القرصات تاعي انا من الاول درتهم كبار شويه، ومن بعد جات يما قالت لي يا ودي نقص، راك راح دير محاجب هادو كبار فيهم ما يطرح. المهم بديت نقرص العجينه الثانيه وحدي. فوالا يعني طريقه جد سهله وبسيطه. بديت نتعلم لازمكم كيف ديروا، تهبطوا العجينه لتحت كامل، ديروها بوله، ومن بعد بالخف تخطفوها. فوالا وتقطعوها، هذه هي التقراص نتاعها. يعني انني درت محجم كبير شويه، انتم تقدروا تنقصوهم، يعني كل واحد كيفاش يحب يدير المحجم نتاعو، كل بلاصه كيفاش يخدموهم على حساب المنطقه، يعني كل واحد وتقاليده. فوالا هذه هي الطريقه نتاع التقراص.
فوالا هنايا هي جات يما شافتني عييت هي جات بدات تقرص معايا وبدات تكمل معايا هذيك العجينة باش بالخف نكملوها، وراهي وصلت واحد 8:30 تاع الليل ولا 8. لازم بالخف نقرصوها، وهذاك هو تزيد تريح حتى هي حوالي ساعة توصل 9، ومن بعد نطيبوهم. راكو تشوفوا معايا يا جماعة كيفاش خرجت لي العجينة، جات بزاف هايلة. واش نحكي لكم، بعد ما تعجنوها خلوها تروبوزي ساعة، من الأفضل 2 سوايع 3 سوايع بيان خلاص، ومن الأفضل تبات. فوالا هنايا يما هي اللي بدات تقرص، ما نكدبش عليكم. انا شغل جيت من الخدمه عيان، انني غدوه هذيك باش درت العجينه تاعي، فهمتوني. في الليله هذيك راح الحال عاودنا طيبنا رز، درنا حاجه واحده اخرى على بها شغل الليل والمحاجب وكذا بالكم. راح شويه الحال درت رز عادي تاع المقله، والوصفه راح نحطها لكم المره الجايه. يجي بزاف رز مفرق، حبه على حبه وبنين بزاف. درتو غير بنصف الصدر تاع الدجاج يخرج هايل هايل. ونعطيكم نوعيه تاع الرز ثاني اللي ينجح لكم. وفوالا هنايا انا درت الحشو نتاعي. حتى الحشو خليته بات جا بزاف بنين. شتو كي خليت الحشو جماعة بات، غدوة هذيك درت له الشحمة غاوية. فهمتوا شحمة غاوية كيفاش؟ وش هي شحمة غاوية؟ شحمة اللي تقعد من نهار العيد، من بعد نديروها في الشمس، نملحوها ساعة، من بعد نحطوها في الشمس، ومن بعد نديروها في ورق الزبدة ولا نديروها في بوشيت، المهم تكون تاع ورق، ونخزنوها في كونجيلاتور ولا. هذه هي. ومن بعد كي توصل علينا الشتاء ولا الاخر نبداو نديروها للمحاجم، نديروها لكسرة المحجوبة ولا، فهمتوني. فوالا هذه هي الطريقة. حطيتهم في مقلة كيما راكم تشوفوا، جاو بزاف بنان. سيرتو 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 السميد. فوالا جماعة دوكا نعطي لكم نقول لكم نوعية تاع السميد. انا هنايا خدمت بسميد سميد تاع كنزة بزاف هايل ويعجبني، يجي صفر وتجي النوعية تاعو رفيعة، وتصلح للمسم التخشوخة المحاجب، خاصة المحاجب. جاو بزاف هايلين، نتمنى تجربوهم. ما تنساوش تحطوا لي تعليقاتكم، حطوا لي اشتراك، حطوا لايك للقناة، وفعلوا ديروا تفعيل دق الجرس باش توصلكم كامل الوصفات تاعي. تهلاو في رواحكم، نلتقي في وصفة قادمة. يلا جود باي، سلام.